اولا يا صاحبي ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في الكومنتات. بص يا صاحبي، عمرك صحيت من النوم وحسيت ان عقلك لم يعد يعمل كما كان؟ مش قادر تركز، بتحاول تفتكر حاجات بسيطه ومخك مش مساعدك، تحس انك تايه ومشغول طول الوقت بس مش بتنجز اي حاجه؟ لو حاسس كده يبقى الفيديو ده ليك انت يا صاحبي. خليني اقول لك انت مش لوحدك، وده مش كسل ولا قله نوم، ده اللي العلماء بيسموه ضباب الدماغ، او زي ما ناس كتير بتوصفه تعفن الدماغ. بس خلينا ابسطها لك يا صاحبي، مخك زي اي عضله في جسمك، لو سبتها من غير حركه بتضعف. تخيل كده يا صاحبي انك حابس دماغك في غرفه صغيره، بتاكله نفس الاكل وبتسمعه نفس الاغاني وبتوريه نفس الفيديوهات وبتخليه يعيش نفس اليوم كل يوم. بعد ده كله اكيد يا صاحبي هيبقى العقل مش شغال وهيعطل. وكمان ساعات بنعيش كاننا في وضع الطيار الآلي، نفس الروتين نفس التفاصيل، لدرجه انك بتنسى اخر مره اتفاجئت فيها، او اخر مره ضحكت من قلبك، او حتى فكرت في فكره مجنونه تخليك متحمس او مبسوط. طب ليه بيحصل معانا كده؟ عشان بقينا معتمدين على التكنولوجيا اكتر من اللازم يا صاحبي، بنبعد عن الناس والتفاعل البشري، كل حاجه بقت من التليفون، وده اكبر غلط احنا وصلنا له. بنستهلك محتوى سهل وسريع ومش بنفكر فيه اصلا، وبنخاف نجرب جديد، وبنخاف كمان نفشل، وده يخلي دماغك يدخل في وضع النوم العقلي. طب ايه الحل؟ تعال اقول لك صاحبي ايه الحل. مش هتعمل سحر ولا محتاج تقلب حياتك ولا اي حاجه، انت كل اللي محتاجه هو دقيقه واحده. ايوه دقيقه واحده بالظبط. امسك كتاب حتى لو صفحه واحده، يعني اقرا صفحه واحده، انزل امشي في شارع شويه، كلم حد ما كلمتوش من زمان، اقفل السوشيال ميديا شويه بقى، ريح دماغك من الدوشه اللي احنا وصلنا لها دي، وابدا تكتب اي فكره في بالك. اعمل حاجه عمرك ما جربتها حتى لو كانت صغيره، بس تكون جديده. جرب حاجه جديده، ده اسمه تحفيز المخ، وانت تقدر تعمل كده على فكره. انا مش بقولك تبقى شخص خارق ولا سوبرمان في يوم وليله، بس لو بدات النهارده بكره دماغك هيشكرك وهتحس انك رجعت للحياه تاني. ولو حاسس ان الكلام عجبك فشارك الفيديو ده مع حد بتحبه وقول له اسمع ده هينفعك. وسيب لنا في الكومنتات امتى اخر مره حسيت انك مش قادر تركز، وايه اكتر عاده نفسك تغيرها. وبالمره لو عجبتك الطريقه اللي بنشرح بيها دوس لايك واشترك في القناه علشان نكمل مع بعض، مش علشان الارقام، علشان نكمل رحلتنا مع بعض ونكبر ونتغير. ونستناك في الحلقه الجايه. قول لنا كمان تحب نتكلم عن ايه المره الجايه، الموضوع اللي حاسس انه مأثر عليك ومش عارف تعمل فيه ايه، فقول لنا احنا نقدر نساعدك فيه. احنا هنا اكننا قاعدين على القهوه بنحكي زي اصحاب، وبنحاول نصلح اللي جوه من غير ما نحس. ما تنساش اهم من المونتاج، المعلومه اللي ممكن تغير حياتك.